بيفوز على بيراميدز 1-0 وبيحتل الوصافة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة. يا جماعة الزمالك اقسم بالله بيبقى ضامن ال3 نقاط قبل ما يلعب مع بيراميدز، يعني قبل ما يلعبوا. في حاجة بعيد بقى عن الزمالك والاهلي والكلام ده كله. انا نفسي يا جماعة اشوف بيراميدز بيكسب حاجة، يعني نفسي والله العظيم 3. يعني فريق مبني ومعاه لعيبة حلوة جدا، يعني معاه لعيبة كويسة جدا، سكواد عالي قوي، ما بياخدش اي بطولة اقسم بالله العظيم يا جماعة. طب حتى خد كاس مصر، حتى خد اي بطولة يا عم، مش فاهمة في ايه يعني. دوري مشترك، اي بتنجان، يعني انت يعني معمول ليه؟ يعني مش فاهمة بجد والله. يعني بتلعبوا ماتشات بلا قيمة وبتسجلوا اهداف بلا فايدة مش فاهمه في انتوا غلبتوا الاسماعيلي اقسم بالله العظيم، يعني والله العظيم انتوا غلبتوا الاسماعيلي. يعني المفروض ان الاسماعيلي معروف ان هم ايه، هو والزمالك ولاد عم معروف. يعني دلوقتي بقوا الاسماعيلي وبقوا من الزمالك وبيراميدز ولاد عم اكتر من الاسماعيلي نفسه. يعني نفسي اشوف بيراميدز كده، يعني مكتوب كده على التلفزيون بيراميدز بطله ولا حاجه، يعني ما بطل لدوري بقى، بطل لكاس، لسوبر، لاي بتنجان. اقسم بالله انتوا معمولين كده بلا قيمه، يعني بلا قيمه كده، فريق مبني على بلا هدف وبلا قيمه وبلا اي حاجه. يعني مش فاهمه في ايه يا بيراميدز، في ايه بجد؟ يعني انتوا معاكم لعيبه عبد الله السعيد ورمضان صبحي واحمد فتحي، ومعاكم بسم الله ما شاء الله لعيبه كبيره، لعيبه كبيره جدا. ما بتكسبوش ليه؟ ما بتكسبوش بطوله ليه؟ يعني اول هزيمه لبيراميدز في الدوري حتى الان من مين بقى؟ من الزمالك. اقسم بالله يعني الزمالك بيبقى نازل ضامن ال6 نقاط بتوع بيراميدز اللي هيكسبهم في الماتشين. ايه يا بيراميدز اكسب اي حاجه، يعني عرفنا ان انت بتلعب كره قدم اقسم بالله، بدل ما انت كده ملكوش لازمه.